شخص بعت لي مسج بيقول لي يا كوتش انا بتمرن بقالي فتره كويسه وباكل زياده عن السعرات اللي جسمي محتاجها ومع ذلك جسمي مش بيزيد. وشخص تاني بعت لي بيقول لي يا كوتش انا عامل عجز في السعرات وباكل وجبتين بس في اليوم وبرضه مش عارف اتخلص من الدهون. هل ده ممكن يحصل انك تكون حاسب سعراتك ومكفي احتياجك ومع ذلك مش بتزيد او مش بتخس؟ ممكن يحصل، وبيحصل للاسف مع ناس كتير، والسبب انهم ناسيين جزئيه معينه يركزوا عليها وهم بيحسبوا السعرات بتاعتهم. فتعال نعرف ازاي تحسب سعراتك وتعرف جسمك محتاج كام جرام بروتين في اليوم وقد ايه كارب ودهون، ويعني ايه اصلا كارب وبروتين. مبدئيا كده دبابه، جسمك عشان يعيش ويقوم بكل الوظائف الحيويه بتاعته سواء تمرين او شغل او كوره او اي نشاط فهو محتاج اكل. الاكل ده بيتقسم ل5 حاجات: مصادر بروتين، مصادر كارب، مصادر دهون، معادن، فيتامينز. ال5 حاجات دول لازم يدخلوا جسمك على مدار اليوم، واللي عايز اقوله لك ان جسمك ما بيفرقش بين كارب وبروتين ودهون، كل حاجه ليها فايده معينه لجسمك، بس في الاخر جسمك بيحسب كل ده تحت مسمى السعرات الحراريه. وفي معلومه مهمه عايزك تحفظها هنحتاجها اخر الفيديو: ال1 جرام من البروتين بيساوي 4 سعرات، وال1 جرام من الكارب يساوي 4 سعرات، وكل جرام من الدهون يساوي 9 سعرات. عايزك تحفظ الجدول ده وما تنساهوش. جسمي وجسمك عشان يعيش على قيد الحياة بيحتاج عدد سعرات معين عشان كل أجهزتك الداخلية تشتغل وتقوم بالوظائف الحيوية بتاعتها. فتعال نعرف ازاي نحسب عدد السعرات اللي جسمنا محتاجها عشان نعرف نعدل عليها على حسب هدفك إن كان تخس أو تزيد. السعرات الحرارية اللي بتحتاجها على مدار اليوم عشان تعيش اسمها الBMR، اختصار لبيزل ميتابوليك ريت. فالBMR ده معدل الحرق اليومي بتاعك عشان تعيش. وعلشان تعرف معدل الحرق اليومي بتاعك هتعمل ايه؟ انا عايزك بقى تركز في المعادلة البسيطة دي. المعادلة دي 10 في الوزن زائد 6.25 في الطول ناقص 5 في العمر زائد 5. المعادلة دي هتطلع لك الBMR اللي احنا قلنا عليه ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء نفس المعادلة، بس بدل ما في الاخر زائد 5 هنخليها ناقص 161. تعال ناخد مثال عشان الموضوع يبان ادق وتفهم اكتر. هنفترض انه عندنا شخص اسمه يوسف عنده 20 سنة ووزنه 60 كيلو وطوله 170. فتعال نعرف ازاي نحسب الBMR بتاعه. هنقول 10 في 60 زائد 6.25 في طوله 170 ناقص 5 في عمره 20 زائد 5. لو حسبت المعادلة على الآلة الحاسبة هيطلع لك الناتج 1568 سعر حراري تقريبا. إذا الBMR بتاع يوسف 1568 سعر حراري. عايزك بقى توقف الفيديو وتعمل المعادلة دي على نفسك، والرقم اللي هتوصل له خليه معاك، هنحتاجه كمان شوية. احنا عرفنا ان يوسف الBMR بتاعه حوالي 1568 سعر حراري، بس خد بالك الرقم ده معناه انه لو قعد طول اليوم من غير ما يعمل اي حاجه جسمه هيستهلك 1568 سعر حراري عشان يقوم بالوظائف الحيويه الداخليه بس. طيب هل ده الرقم اللي يوسف محتاجه بالظبط؟ لا طبعا، لان يوسف مش هيقعد نايم طول اليوم، ده بيتحرك، بيروح شغله او جامعته او بيتمرن، ممكن يلعب كوره، يعني بيبذل مجهود. عشان كده لازم نعمل حسبه تانية اسمها TDEE. يعني ايه TDEE؟ ده بقى اجمالي عدد السعرات اللي جسمك بيحتاجها في اليوم على حسب مستوى نشاطك، ودي بتختلف من شخص للتاني على حسب نوع النشاط اللي بيعمله كل شخص. تعال نكمل على مثال يوسف عشان الموضوع يكون اسهل. عشان نحسب TDEE ليوسف هنشوف نشاط يوسف. لو يوسف قليل الحركة ما بيتمرنش وحركته بسيطة هنضرب الBMR في 1.2، ولو نشاطه متوسط وبيتمرن 3 و4 ايام في الاسبوع هنضرب في 1.55، ولو بيعمل نشاط عالي بيتمرن وبيشتغل وبيلعب كورة مثلا هنضرب في 1.725. خلينا نفترض ان يوسف متوسط النشاط وبيتمرن 3 أو 4 ايام في الاسبوع، يبقى هنضرب رقم الBMR اللي احنا حسبناها اول حاجة في 1.55%، هيطلع لنا 2430 سعر حراري تقريبا. والرقم ده بقى اللي يوسف محتاجه يوميا عشان يحافظ على وزنه الحالي. انت كمان عايزك توقف الفيديو وتحسب الTDEE بتاعك واكتب الرقم اللي هيطلع لك واحفظه عشان هنحتاجه كمان شويه. دلوقتي بقى ندخل على الشغل التقيل. بعد ما عرفت عدد السعرات اللي جسمك محتاجها يوميا، تعال نعرف ازاي تعدل على السعرات دي على حسب هدفك ان كان تزيد او تخس. لو هدفك تزود وزنك هتحتاج تاكل من 200 ل 300 سعر حراري زياده. يعني يوسف محتاج ياكل حوالي 2700 سعره يوميا عشان وزنه يزيد. طب لو يوسف عايز يخس هيعمل عجز في السعرات، هيقلل من الرقم ده من 300 ل 500 سعر حراري، يعني ياكل حوالي
حوالي 1900 ل 2000 سعر عشان يخس. انت هتعمل نفس الكلام بالنسبه لهدفك، هتكتب الرقم اللي قلت لك تحفظه وتشوف هدفك ايه، وكده انت عرفت جسمك محتاج كام سعره بالظبط عشان يزيد او يخس. تعالى بقى نعرف ازاي نخلي يوسف يوفر ال 2700 سعره بالتساوي بين البروتين والكرب والدهون. وعشان تعرف توزع البروتين والكرب والدهون على جسمك بشكل صحيح، فانت لازم تكون عارف يعني ايه كرب اصلا وبروتين اصلا، وايه هي وظيفه كل حاجه فيهم بالنسبه لجسمك. تعالى افهمك بمثال بسيط. عندنا عربيه نقل بتنقل طوب، الطوب بتروح تجيبه من مكان معين وتوصله للبيت اللي هيتبني فيه. عشان العمليه دي تتم هنحتاج شويه حاجات. اول حاجه العربيه بتحتاج بنزين عشان تتحرك وتروح تجيب الطوب. بعد ما تتحرك وتجيب الطوب بتوصله للبيت اللي هيتبني. بعد ما تنزل الطوب هناك، الطوب مش هيتبني لوحده، محتاجين اسمنت ورمله اكيد عشان نبدا نبني. لو ركزنا في القصه دي هنفهم منها كل حاجه. اول حاجه البنزين، وده اللي بمثابه الكرب. انت بتحتاج كرب عشان تروح الجيم وتقدر تشيل اوزان، فالكرب ده هو البنزين بتاعك، هو اساس الطاقه بتاعتك. ولما العربيه ترجع للبيت عشان توصل الطوب بنحتاج في البيت اسمنت ورمله. الاسمنت والرمله بمثابه البروتين بتاعك، يعني لو وصلت الطوب من غير ما يكون في اسمنت ورمله مش هتقدر تبني البيت. وده نفس الكلام مع جسمك بعد التمرين. لما ترجع البيت لو ما اكلتش بروتين للاسف مش هتعرف تبني جسمك. كده ان شاء الله تكون فهمت يعني ايه كرب ويعني ايه بروتين وايه اهميتهم لجسمك. تعال بقى نعرف ايه انواع البروتين وايه انواع الكرب والدهون. اولا البروتين، عندنا نوعين من البروتين، بروتين حيواني وبروتين نباتي. البروتين الحيواني موجود في اللحمه، الفراخ، السمك، اللبن، البيض، وده بيكون كامل فيه كل الاحماض الامينيه اللي جسمك محتاجها عشان يبني عضلات. انما البروتين النباتي موجود في الفول، العدس، الحمص، الترمس والبقوليات، صحي وغني بالالياف والمعادن، بس ناقص بعض الاحماض الامينيه، ودي من اهم الحاجات اللي بتساعدك في بناء الكتله العضليه. عشان كده حاول تخلط بين البروتين الحيواني والنباتي عشان تستفاد اكبر استفاده. يعني لو صعب عليك تكفي احتياجك من البروتين الحيواني واغلب اكلك بروتين نباتي، فحاول تضيف مثلا مع العدس بيضه او 2 عشان تحقق اكبر استفاده من الوجبه. عرفنا في المثال ان الكرب هو العامل الرئيسي للطاقه، فاحنا بنحتاج نسبه كرب كويسه قبل التمرين عشان نعرف نشيل اوزان كويس والعضلات تتطور. انت عندك نوعين من الكرب، كرب بطيء الامتصاص وكرب سريع الامتصاص. الكرب بطيء الامتصاص زي الشوفان، البطاطس، الرز، العيش، البطاطا، وده حلو جدا ليك قبل التمرين، بس حاول تضيفه في اكلك قبل التمرين بساعتين لساعه ونص عشان سرعه امتصاصه بطيئه، بيخلي ادائك مظبوط لحد اخر التمرين. انما الكرب سريع الامتصاص موجود في العسل، الحلويات، الفواكه، بيرفع السكر بسرعه، وده تقدر تاخده قبل التمرين ب10 دقائق عادي، بيديك طاقه في اول التمرين بس، عكس الكرب بطيء الامتصاص اللي بيفضل معاك لاخر التمرين. نيجي بقى للدهون. انت عندك 3 انواع من الدهون، دهون صحيه، دهون مشبعه، دهون متحوله. الدهون الصحيه دي طبعا اللي تحاول تضيفها في الاكل بتاعك زي زيت الزيتون، المكسرات، الافوكادو. الدهون المشبعه اللحوم الدسمه، الزبده، اللبن كامل الدسم، والجبنه. الدهون المتحوله دي بقى الفاست فود والاكل المقلي الجاهز، ودي طبعا اكتر دهون ضاره للجسم. بعد ما عرفنا انواع البروتين والكرب والدهون، تعالى بقى نرجع ليوسف ونعرف ازاي نوفر له ال 2700 سعره من البروتين والكرب والدهون. اول حاجه هنبدا بيها البروتين. عايزين نعرف يوسف هيحتاج كام جرام بروتين يوميا عشان يكفي احتياجه من البروتين. احنا عندنا قاعده بسيطه، لو انت شخص عادي مش بتتمرن هتاخد 1 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك. انما لو انت متوسط النشاط وبتلعب اي رياضه خفيفه هتضرب 1.2 في وزن جسمك. ولو انت بتتمرن بانتظام والتزم في الجيم معاك من 1.6 ل 2 جرام تضربهم في وزن جسمك. الرياضيين المحترفين اللي بيوصلوا لنسبه نشفان عاليه ممكن يوصلوا ل 2.5 جرام لكل كيلو من وزنهم. بالنسبه ليوسف وزنه 60 كيلو وهو بيتمرن بانتظام، فاحنا نضرب وزنه 60 كيلو في 1.8 هيطلع لنا انه محتاج 108 جرام بروتين يوميا. نيجي لتاني حاجه، كميه الدهون اللي يوسف محتاجها يوميا. بالنسبه للدهون الموضوع بسيط، هنضرب عدد السعرات بتاعنا في 25%، يعني هنضرب 2700 في 25% هيطلع لنا انه محتاج 675 سعره بالنسبه للدهون. كده احنا حسبنا الدهون والبروتين. باقي الكرب وده اسهل حاجه. عشان تحسب الكرب اللي جسمك محتاجه هنجمع عدد سعرات البروتين والدهون وننقصهم من العدد الكلي اللي جسمك محتاجه. تعال اشرح لك. احنا قلنا في اول الفيديو ان كل جرام بروتين يساوي 4 سعرات،
سعرات، وكل جرام كارب يساوي 4 سعرات، وكل جرام دهون يساوي 9 سعرات. فاحنا قلنا يوسف بيحتاج يوميا 108 جرام بروتين. ال 108 جرام بروتين عشان نعرفهم كام سعره هنضربهم في 4، النتيجه 432 سعره تقريبا. واحنا قلنا الدهون 675 سعره. كده هنجمع سعرات البروتين والدهون مع بعض هيطلع لنا الناتج 1107 سعره. كده احنا نقدر نعرف نسبة الكارب اللي محتاجينها يوميا بسهولة. من ال 2700 هننقص 1107 هيطلع لنا 1593، وده عدد السعرات اللي محتاجها يوسف من الكارب يوميا. كده يوسف محتاج 432 سعرة من البروتين، و675 سعرة من الدهون، و1593 سعرة من الكارب. لو انت ماشي معايا خطوة بخطوة ووصلت للمرحلة دي اعرف انك قطعت نص المسافة. تعال نعرف اخر خطوة هيعملها يوسف عشان يعرف ينظم الاكل بسهولة. يوسف عرف قد ايه جسمه محتاج بالظبط من كل حاجه، بس مش عارف هيحسب الاكل ازاي عشان يعرف النسب اللي بيدخلها لجسمه. هنا بقى يجي اهميه ميزان الاكل. لو متوفر عندك هيكون موضوع حلو وسلس اكتر، بس لو مش متوفر في طريقه تانية تقدر تعتمد عليها، تطبيق ماي فيتنس بال. التطبيق ده تقدر تنزله ببساطه من جوجل بلاي او الاب ستور. بعد ما تنزله وتفتحه التطبيق هيطلب منك تدخل وجباتك اللي بتاكلها على مدار اليوم. انت ممكن تدخل الاكل بطريقتين، يا اما تكتب اسم الاكل بنفسك زي مثلا 100 جرام صدور فراخ او 2 بيضه مسلوقه، يا اما تستخدم الباركود اللي على المنتج لو جايبه جاهز زي علبه تونه او لبن. بمجرد ما تضيف الوجبه التطبيق هيحسب لك قدامها السعرات اللي فيها، وكمان هيقول لك الاكل ده فيه كام جرام بروتين وكام جرام كاربو كام جرام دهون. فانت كده ضمنت انك ماشي صح وبتدخل لجسمك الاحتياج اللي حسبناه من الاول. ولازم اوضح حاجه، ان دي مش دعايه للتطبيق ولا اعلان، انا بس بديك وسيله سهله لو مش متوفر معاك ميزان، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقت حافظ الاكل اللي بتاكله من غير حتى ما تفتح التطبيق. الموضوع كله محتاج بس انك تركز اول فتره وتتعلم ازاي تحسب، وبعد كده هتمشي لوحدك من غير اي مجهود. وعايزك تاخد بالك من حاجه مهمه، طبيعي جدا لو دي اول مره تسمع الكلام ده تحس انك مش فاهم كل حاجه من اول مره، بس ما تقلقش، لو في جزئيه معينه مش فاهمها عيد الجزئيه دي تاني وان شاء الله هتفهمها. وفي النهايه لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل شيء لصاحبك عشان يستفاد معاك، واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين الفيديو الجاي يقول عن ايه. سلام.